الله يسلمك، اشتقتولي ما؟ ايه اكيد اشتقنا لك، لكن شلون؟ بس انت شلون وصلت لهون وما مسكوك؟ اب محمود طلع من هلا بقول لك، انت لازم تسلم حالك بركي بيخففوا عليك العقوبة. ايه مزبوط، انا سمعت يلي بيسلم حاله بيخففوا عليه الحكم، بركي بتنسجن شغلة 15 سنة احسن ما تنحبس مؤبد. انا لازم اسلم حالي؟ ليش ايش سويت حتى اسلم حالي؟ ليش انا قتلت حدا بغيابي ومالي خبر؟ لكن ليش الامن محاصر البيت ومعبي الحارة وعم دور عليك؟ لك امن ايش؟ لك هلا جيت من تحت، الحارة فاضية وما فيها حدا، وبعدين انا مالي عامل شي، انت مين قال لك هالحكي؟ اختي هيك قالت. انا تاخرت بدي اروح. لك كم مرة قلت لك لا تسمعي لحكي الناس، وبالذات اختك وجوزها، ما بتعرفيهم بحبوا يحروا ويلوصوا؟ ايه والله انشغل بالي عليك، انت غايب صار لك 3 4 ايام لا حس ولا خبر، وخصوصا انه قافل تليفونك. قلت لحالي اكيد مساوي لك شي شغله وهربان. لك بعد ما حكيت معاكي ب5 دقايق طب التليفون من ايدي وانكسر، وماني حافظان ولا رقم مشان احكي معاكم من غير تليفون. لك بابا ليش ما شلت السيمه حطيتها بغير تليفون؟ كان طلعوا كل الارقام. نعم، شلون ما خطرت عبالي هي؟ لك صحيح، انت ليش كنت مقطوع على الطريق وعم تتصل فينا؟ ليش وين سيارتك؟ لك يا ام محمود، يلي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى، السيارة انحجت وسجلوا علي 6 مخالفات، وفوق منها مشان تكمل معي ما في بجيبي ولا ليرة، والتليفون انكسر وانا على طريق سفر. وشلون لك انا رجعت لهوني؟ والله ضليت يومين واقف على الطريق، كل ما اشر لحدا يطلع على شكلي ما يرضى يشيلني، حتى بعدين عدى واحد محمل بقر، اشرت له قال لي اطلع ورا مع البقر، قلت اطلع يا ولد، حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس. ايوه، وانا صار لي ساعه بقول ايش هالريحه، كل فكري جايه من برا طلعت منك، ومع السريع على الحمام. وحياة غلاوتك يا ابو محمود، من وقت ما سمعت انك مطلوب والامن عم لاحقك قلت له المستحيل هالحكي، في إنا بالموضوع. وانت من مين سمعت؟ انا سمعت من ابو حسن. وانت مين قال لك ابو حسن انه انا مطلوب والامن عم لاحقني؟ وحياة الخبز والملح يا ابو محمود انا ما حكيت شي، انا سمعت من ابو عبده. ليش ايش قال لك ابو عبده؟ قال انك مختفي وعم دوروا عليك، بس انا قلت له مستحيل ابو محمود يعمل هيك شغلات، اكيد في خطأ بالموضوع. وانت مين قال لك يا ابو عبده انه انا هربان والامن عم دور علي؟ مرتك ام محمود. هي قالت لك انه انا قاتل وسارق وناهب ومتاجر؟ لا، هي قالت لي ابو محمود مختفي بس ما يكون صاير له شيء، وانا قلت لهم انه ابو محمود يمكن متجوز ورايح يساوي شهر عسل، بس هيك. بدك الحقيقة يا ابو محمود؟ هذا الحكي كله طلع من عديلك ابو عمار، ولحتى قال لي اذا بده يشوفك بده يخبر عليك، ومرته قال ما بقى يبعتها لعند اخته. لك هلا عيفونا من هالحكي، المهم انت رجعت بالسلامة وطلعت كلها اشاعات. لك صحيح ابو محمود حجزوا على السيارة واكلت مخالفات؟ ايه مزبوط، الله لا يوفقها هاي المرة الغبية، كله منا، كتبوا فيني 6 مخالفات بيطلعوا اكثر من 15,000 من عدا حجز السيارة شهرين. لا 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 لا، الله يجعل اكبر المصايب. هلا مو هذا المهم يا شباب، انا ما في بجيبي ولا ليرة، وباعتبار انتو اصدقائي انتو لازم تشيلوني وتسندوني وقت المحنة. والله يا ابو محمود انا ما معي، بتعرف انت وقت معي ما بقصر. والله وانا كمان ما معي، بتعرف انت من فترة طلعت على بيت جديد وكل اللي معي حطيتهم حق نقلة وحق اجار. وانت ابو حسن لا تقلي ما معك، ما شاء الله عندك 3 شباب عم يشتغلوا ما عم يهدوا من عدا كارت الهلال الاحمر يلي عم تقبضه. والله من شان ما اكذب عليك واقول لك ما معي، لا معي، بس مصراتي كلها دولار تركي ما معي. وين المشكلة؟ يكونوا دولار على احسن. بس على شرط بعطيك دولار بترجع لي اياهم دولار. ولا يهمك، اتفقنا. ابو محمود هاي 500 دولار دير بالك عليهن. لك ايش بك؟ ايش عم تعطيني ولادك بدي ادير بالي عليهم؟ رايح على الصراف فورا. لك ايش بدي اقول لك ابو حسن، ما خرجت تساويهم الف؟
لا والله يا ابو محمود ما معي غير 800، اعطيتك 500 وعفت 300 للطوارئ. لا اذا هيك حقك، ما بصير تقطع حالك. الله يعطيك العافيه، كفيت ووفيت. معلم بعد اذنك اصرف لي هال 200 دولار. تكرم عينك. منين جايب هال 200 دولار؟ من عندي يعني، منين بدي اجيبهم؟ ايش مفكرني متدينهم؟ معك غير هالدولارات؟ ايه اكيد معي، ايش شايفني اندبوري يعني؟ وش قد معك يعني؟ والله بجيبي فيه كمان 300، بس اليوم بدي اصرف بس 200 حاج. وغير هاي ال500 اللي معك كمان دولارات؟ هو لا تحدث، ايه معي كتير. شقد يعني؟ لك ايش شو قد يعني؟ لك انا مطبعة دولارات. اه. معك اب محمود ايش مفكر يعني؟ انا اقل شي بصرف لي بالنهار 1000 دولار. ايه تكرم عينك، رح اصرف لك اياه هون، بس معلش تستنى بس 5 دقايق. ايه بستنى؟ ليش ما استنى؟ ذاتا لا شغلة ولا عملة. بدك تحكي وين عم تطبعوا هالدولارات ولا نرجع ننزلك لتحت؟ لا 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 تنزلوني لتحت سيدي. مطبعة ايش؟ الله وكيلك اول مرة بحياتي بشوف دولار. يعني ما معك غير هال500 دولار؟ وحياة القهوة اللي شربتها تحت ما معي. ومنين جبتون هدول ال500 دولار؟ مين عطاك اياهون؟ والله تدينتن ديني من ابو حسن، ولحتى طلبت 1000 قال لي ما معي غير 800، عطاني 500 وعاف معه 300. انت بتعرف انه هدول الدولارات مزورات؟ مزرزرات؟ الله وكيلك ما بعرف، اول مرة بحياتي بمسك دولار. الله لا يوفقك يا ابو حسن على هالدينية اللي اعطيتني اياها. بتروحوا بتفتشوا لي بيته وبتقلبوا لي اياه فوقاني تحتاني، بعدين بتكبسوا على بيت ابو حسن وبتشحطوا لي اياه من شواربه وبتجيبوا لعندي. سيدي وهذا ايش نساوي فيه؟ شلفه تحت بالنظارة قبل ما تجيب لي ابو حسن، ايش بدك تساوي فيه يعني؟ سيدي هذا هو ابو حسن. الله لا يوفقك يا ابو محمود، ايش مساوي وباليني معك؟ لقيتوا شي عندهم بالبيت اثناء التفتيش؟ ببيت ابو محمود ما لقينا شي، بس ببيت ابو حسن لقينا 3000 دولار طلعوا مزورات. عم تكذب وعم تقول لي ما معي غير 800؟ ما شفت شلون الله كشفك ووقعك بشر اعمالك؟ اصفر لو كان مديني 1000. اسكت انت وياه ولا تحكوا مع بعض. ايه يا ابو حسن، انت دينته لابو محمود 500 دولار؟ ايه سيدي انا اعطيته ال500 دولار. شفت سيدي، الحمد لله انا براءة، المجرم اعترف، بقدر اروح انا؟ لا ما بتقدر تروح ليكتمل التحقيق. ايه يا ابو حسن منين جبت هالدولارات؟ والله يا سيدي اخذتهم من عند ابو احمد. انت وقت اخذتهم من عنده بتعرف انه هدول مزورات؟ اكيد بيعرف، كون عم يشتغلوا سوا. لا والله يا سيدي منين بدي اعرف؟ بتروحوا بتكبسوا لي على بيت ابو احمد وبتشحطوا لي اياه من شواربه. سيدي بس بدي اقول لكم معلومة ممكن تفيدكم بالتحقيق، ابو احمد بيحلق شواربه. سيدي هذا ابو احمد فتشنا بيته ما لقينا شيء. سيدي انا رايي تعيدوا التفتيش، لاني ابو احمد بالعاده بخبي مصراته بقلب المخدات. اسكت انت ولا تحكي ولا كلمه، هي شغلتنا. ايه يا ابو احمد انت منين جبت الدولارات يلي اعطيتهم لابو حسن؟ والله يا سيدي اخذتهم من ابو عبده. كذاب لا تصدقوه، نزلوا شربوا فنجان قهوه وشوفوا شلون بيعترف. انت كنت بتعرف انه هدول الدولارات مزورات وقت اعطيتهم لابو حسن؟ لا والله يا سيدي، وانا ايش بعرفني؟ إيه انا اول مره بحياتي بمسك دولار، اخذتهم من ابو عبده بعد كم يوم اعطيتهم لابو حسن. وليش اعطيتهم لابو حسن؟ ديني؟ لا والله مو ديني. احكي له ليش اعطيته اياهن. انت خراس. ليش لك انا اعطيته اياهن؟ سيدي كان عند ابنه في ميتور بده يبيعه اشتريته منه. سيدي الميتور مهرب وما له نمره. وليش لا يعطيك هالمصاري ابو عبده؟ كان عندي طوق ذهب وبدي ابيعه، قام قال لي ابو عبده انا بشتري احسن ما تبيعه للسايخ.
شلف لي هدول بالنظارة واعمل لي كبسة على بيت ابو عبده واشحط لي اياه. سيدي هاي ابو عبده ما لقينا شي عنده بالبيت. ايه يا ابو عبده انت بتعترف انه عطيته لابو احمد دولارات؟ ايه سيدي بعترف انه عطيته. كنت بتعرف انه هدول الدولارات مزورات؟ لا والله يا سيدي، وانا منين بدي اعرف؟ إيه انا اول مرة بحياتي بمسك دولار. وانت منين جبت هدول الدولارات؟ انا اخذتهم من اب محمود. مني.